حساس الشكمان في عربيتك لازمته ايه؟ ولو بايظ ايه المشكله اللي ممكن تحصل معاك؟ حساس الشكمان او حساس الاكسجين بيكون موجود في طرف فرن الشكمان، وظيفته ان هو بيقيس نسبه الاكسجين اللي طالعه من العادم. طب ليه يا عمده؟ عشان يعرف الخليط جوه الماتور غني بنزين ولا فقير، يعني بنزين كتير ولا بنزين قليل. بعد ما بيقيس نسبه الاكسجين بيبعت للكنترول اشاره كهرباء، الاشاره دي بتقول الخليط غني بنزين يعني محتاج انك تقلل بنزين شويه، او الخليط فقير محتاج انك تزود بنزين شويه. فالكنترول على طول بيبدا ان هو يعدل الرشاشات او نسبه البنزين اللي طالعه من الرشاشات على حسب القراءه اللي جايه من حساس الشكمان. ولما الخليط بيكون مظبوط العربيه بتستهلك بنزين اقل، السحب بتاعها بيكون افضل، والحرق جوه السلندر بيكون في افضل حالاته. عشان كده حساس الشكمان لو بايظ بتستهلك بنزين كتير. طبعا الحرق المظبوط ده بيحافظ على علبه البيئه كمان، لان الحرق المظبوط بيقلل الانبعاثات الضاره وبيقلل الكربون اللي طالع من الشكمان، وده كله بيحافظ على علبه البيئه من التلف. واعراض تلف حساس الشكمان طبعا اول حاجه لمبه التشيك بتنور، وفي عربيات لمبه التشيك فيها ما بتنورش وبيبقى بايظ عادي يعني. تاني حاجه استهلاك بنزين عالي، والعربيه بيكون فيها رعشه وصوتها مكتوم شويه، وريحه بنزين بتشمها طالعه من الشكمان، وسحب العربيه بيكون ضعيف خصوصا لما يكون الار بي ام واطي. ما تنساش تعمل لي لايك ومتابعه، وهعمل لك سلسله فيديوهات كامله بكل حساسات العربيه. ودي كانت وظيفه حساس الشكمان واعراض تلفه وضرره لما يكون بايظ. حساس الايدل بيشتغل ازاي؟ ولو بايظ تعرف ازاي ان هو بايظ؟ ولو بايظ ممكن يعمل ايه في الموتور؟ حساس الايدل ده هو عباره عن موتور صغير بيبقى فيه صمام هواء بيفتح ويقفل هواء للعربيه. طب ليه يا عمده؟ عشان وظيفه حساس الايدل ده ان هو بيظبط السلنسيه بتاع العربيه، يعني بيتحكم في عدد لفات الموتور على السلنسيه. امتى بقى حساس الايدل ده بيشتغل؟ بيشتغل اول ما تدور العربيه الصبح وهي بارده تماما عشان يعلي السلنسيه شويه عشان العربيه تسخن، وبعد ما العربيه تسخن بيبدا ينزل السلنسيه تاني ويرجعه لوضعه الطبيعي. او بيشتغل لما تشغل التكييف عشان يعوض الحمل اللي الكباس او الكمبريسور بتاع التكييف بيعمله عشان يعلي لك السلنسيه ويرجعه للوضع الطبيعي تاني. او لما تشغل انوار كتيره او حمل تقيل على الدينامو فالار بي ام بيوطى سنه فالايدل برضه بيعدل السلنسيه. ولما تكون دايس جامد على الموتور بتاعك وتسيب البنزين مره واحده هو اللي بيتحكم ان العربيه ما تبطلش وتفضل ثابته على السلنسيه. وبيتعامل مع الكنترول عن طريق نبضات كهرباء متغيره، والكنترول بيديله النبضات دي عن طريق قرايات حساسات ثانيه زي حساس الماب او حساس الاكسجين او حساس البوابه او حساس حراره الميه. يعني وانت بتدور العربيه الصبح حساس حراره الميه بيدي الكنترول اشاره ان العربيه بارده او الميه ساقعه، فبيدي الايدل اشاره ان الايدل يعلي السلنسيه شويه عشان العربيه تسخن. عشان كده قلت لك ما تشيلش ترموستات الكوع عشان العربيه ما تستهلكش بنزين. يعني من الاخر حساس الايدل ده هو اللي بيظبط سلنسيه العربيه في جميع الاوضاع. تعرف ازاي بقى لو حساس الايدل بتاعك بايظ؟ هتلاقي السلنسيه عالي او واطي، او العربيه بتبطل، او في رجراج في العربيه وهي واقفه على السلنسيه، او بتبطل مع التكييف. والكود اللي مشهور بيه عطل حساس الايدل بيبقى بي 0505. وعلى فكره حساس الايدل من اكتر الحساسات اللي ممكن تطلعها وتنضفها كويس من الكربون اللي عليها ويرجع يشتغل تاني طبيعي زيه زي الجديد، ده في حاله ان هو مش محروق. تقدر تكشف عليه بانك تشيل الفيشه بتاعته، لو الار بي ام طلع او نزل او العربيه بطلت يبقى الحساس شغال. في الفيديو اللي فات قلت لك حساس الشكمان وظيفته ايه، والفيديو ده قلت لك حساس الايدل وظيفته ايه. فما تنساش تعمل لي لايك ومتابعه عشان اعمل لك سلسله كامله بكل حساسات العربيه. على فكره في عربيات بتبقى بوابه الكترونيه كامله يعني ما فيهاش حساس ايدل، الكنترول هو اللي بيتحكم في البوابه وفي السلنسيه. حساس الماب لازمته ايه؟ وايه المشاكل اللي ممكن تواجهك في العربيه لو الحساس تالف؟ حساس الماب او المانيفولد ابسولوت بريشر وظيفته الاساسيه هي قياس الضغط داخل المانيفولد. طب ليه يا عمده؟ عشان الكنترول يقدر يحدد كميه الهواء اللي داخل الموتور، وعلى اساسها يعرف هيرش بنزين قد ايه، ويظبط توقيت الشراره، فيحافظ على كميه الخليط مظبوطه داخل السلندر. الكنترول من خلال حساس الماب بيقدر يعرف الضغط لو انت دايس جامد فالبوابه مفتوحه فالضغط عالي جوه المانيفولد، فالكنترول يعرف انه محتاج يحط بنزين. ولو سايب البنزين فالبوابه مقفوله ففي سحب في جوه المانيفولد، يعني مفيش ضغط على الحساس، فالكنترول بيقدر يقرا ان العربيه مش عليها حمل فبيقلل كميه البنزين او بوازن الخليط اللي داخل السلندر. ومن خلال حساس الماب الكنترول بيعرف ان في حمل على العربيه فيقدر يظبط توقيت الشراره يقدمه او ياخره. اعراض تلف حساس الماب رعشه وتقطيع على السلنسيه واستهلاك بنزين عالي، والعربيه ممكن تبطل، دخان اسود بسيط. وكود العطل المنتشر ليه بي 0109 وبي 0105. وحساس الماب من الداخل بيكون عباره عن رق بيطلع مقاومه متغيره على حسب الضغط او السحب. فالرق ده لو سليم والحساس مجرد ان هو متوسخ او الخرم بتاعه مسدود من الزيت او الشوائب اللي بتخش جوه المانيفولد، تقدر تطلعه وتنضفه بسبراي مخصص زي سبراي تنظيف البوابه، هيرجع يشتغل تاني. بس خد بالك وانت بتنضف الحساس كن حريص ان السبراي ما يخشش مباشر جوه الخرم بتاع الحساس، لان لو دخل مباشر على الرق اللي جوه ممكن يبوظه او يقطعه. خلي السبراي بعيد شويه والضغط ما يكونش مباشر عليه، يكون مجرد تنظيف للرواسب اللي عليه مش اكتر، عشان ضغط السبراي ما يبوظوش. في الفيديوهات اللي فاتت قلت لك وظيفه حساس الشكمان وقلت لك وظيفه حساس الايدل، ودي كانت وظيفه حساس الماب. ما تنساش تعمل لي لايك ومتابعه. حساس الكرنك هو اهم حساس في العربيه كلها، ومن غيره الموتور مش هيشتغل. طب ليه يا عمده؟ عشان حساس الكرنك هو عين الكنترول اللي بيعرف منها كل حاجه بتحصل في دوره المحرك.
لانه ببساطه بيحدد موقع الكرانك والبساتم، لان هو راكب اصلا قدام ترس فيه عدد سنون معينه وفي سنين ناقصين. السنين دول بيبقوا هما بدايه الدوره الجديده. يعني السنين دول بيكونوا قدام حساس الكرانك لما يكون البستم رقم 1 في اعلى نقطه، ودي بدايه كل دوره في اي عربيه في الدنيا. فعلى الاساس ده الكنترول بيعرف عدد لفات الموتور، لان السنين الفاضيين دول لما بيعدوا قدام الحساس بيطلع نبضه للكنترول، فالكنترول بيعد النبضات اللي حصلت في الثانيه الواحده ويطلع لك الار بي ام على العداد. ده غير ان الكنترول في اللحظه دي بيعرف امتى يطلع الشراره المبينه عشان تلقط البوجيهات. وعن طريق النبضات دي الكنترول بيعرف امتى هيفتح الرشاشات عشان يطلع بنزين، وهيطلع كميه قد ايه دي بيحسبها على بناء على حساسات تانية كنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت. لكن فتح الرشاش نفسه بيتم عن طريق حساس الكرنك. ووقت تشغيل العربيه الكرنك بيبعت اشاره للكنترول، وقتها بيعرف ان الموتور لف فيبدا يطلع حقن ويطلع شراره عشان الموتور يبدا يشتغل من غير المارش. يعني من الاخر حساس الكرنك بيعرف الكنترول موقع البستم فين، وبيعرف الكنترول الاشاره هتطلع امتى واشاره الحقن هتطلع امتى، وبيحدد لفات الموتور. ومن غيره العربيه شبه ميته. فلو عربيتك قطعت كهرباء عن البوجيهات اول حاجه بتشك فيها هو حساس الكرنك، بعد كده المبينه، بعد كده بيبقى الكنترول نفسه او الضفيره. يعني من الاخر لو الكرنك بتاعك بايظ، مفيش شراره، مفيش بنزين، مفيش موتور هيشتغل. وتعمل لي لايك ومتابعه. حساس التي بي اس او حساس البوابه بيشتغل ازاي؟ ولو بايظ هيأثر معاك في ايه في العربيه؟ حساس التي بي اس او الثروتل بوزيشن سنسور بيكون راكب مباشر على بوابه البنزين بتاعه العربيه، او بمعنى صح بوابه الهواء. هي ما بتديش بنزين، هي بتدي كميه هواء للعربيه، والكنترول على اساسها بيدي كميه البنزين من الرشاشات. فحساس التي بي اس ده بيكون راكب مباشر على البوابه دي، ووظيفته ان هو بيبعت للكنترول قرايه بقد ايه البوابه مفتوحه. يعني لو انت دايس على الدواسه وفاتح البوابه دي على النص، فالتي بي اس بيبعت للكنترول قرايه ان البوابه دي مفتوحه على النص. وطبعا هو ما بيبعتهاش للكنترول عن طريق كلام زي اللي احنا بنقوله ده، هو بيبعت للكنترول نبضات كهرباء متغيره. كل ما بتدوس بنزين اكتر او بتفتح البوابه اكتر، كل ما التي بي اس بيدي الكنترول قرايه اعلى من الكهرباء. فعلى طول الكنترول بالقرايه الكهرباء اللي هو واخدها من حساس التي بي اس بيقدر يترجم نسبه فتح البوابه قد ايه. هي حاجه بسيطه جدا، شبه كبس المروحه اللي موجود في بيتكم كده. كل ما بتعلي السرعه بتاعته كل ما بتدي كهرباء زياده للمروحه، فكل ما المروحه بتلف اسرع. فكل ما بتفتح البوابه اكتر كل ما التي بي اس بيدي قرايه اعلى للكنترول، فالكنترول بيترجمها البوابه مفتوحه قد ايه. الكنترول بقى بيستفاد ايه لما بيعرف نسبه فتح البوابه؟ بيستفاد رقم واحد ان هو بيزود كميه البنزين اللي داخله للموتور عن طريق الرشاشات، عشان انت دوست بنزين فمحتاج استجابه ومحتاج بنزين اكتر. رقم اتنين بيقدم الشراره كل ما بتدوس اكتر او بتفتح البوابه اكتر عشان يحسن السحب معاك، فبيظبط عن طريق التي بي اس توقيت الاشتعال. رقم 3 لما التي بي اس بيقرا ان البوابه مقفوله خالص، فالكنترول بيظبط الايدل عشان يثبت لك السلنسيه. والتي بي اس بيمنع التقطيع والتفتفه وقت التسارع. يعني لما تيجي تدوس بنزين فجاه على العربيه فما بيحصلش نتشه او تفتفه او تقطيع، عشان القرايه اللي الكنترول بياخدها بيترجمها وبيطلع لك بنزين على قد الكميه اللي انت محتاجها، فبيديك افضل سحب للعربيه وافضل تسارع. ده غير ان انت لو عربيتك مانوال مثلا وسايب العربيه على الغيار الثالث والعربيه واخده تسارع او واخده سرعه وسبت البنزين، فالتي بي اس بيدي الكنترول قرايه ان البوابه مقفوله، فبيبدا يقطع البنزين عن الرشاشات وما يسيبش غير السلنسيه بس. لو دوست دبرياج فبتلاقي العربيه وقفت على السلنسيه عادي، ما بيستهلكش بنزين زياده. وطبعا الكنترول ما بيشتغلش على قد حساس التي بي اس بس، لا التي بي اس بيدي الكنترول قرايه البوابه مفتوحه قد ايه، فبيبدا ياخد قرايه الماب بيدي له قرايه كميه الهواء اللي موجوده جوه المانيفولد قد ايه، ومحتاج قصادها بنزين قد ايه عشان ما يديش بنزين بزياده او يخلي العربيه معاك تستهلك بنزين. وبعد حرق البنزين حساس الاكسجين اللي هو حساس الشكمان بيدي الكنترول قرايه يعرفه نسبه البنزين اللي طالعه، غنيه بنزين فيقلل بنزين او فقيره بنزين يزود بنزين. يعني الحساسات كلها منظومه متكامله بتكمل بعضها. اعراض تلف حساس التي بي اس: بطء في الاستجابه اثناء التسارع، نتشه وتقطيع، ار بي ام مش ثابت عالي او واطي، العربيه ممكن تبطل لما تهدي، واستهلاك بنزين عالي. ده غير لمبه التشيك اللي ممكن ما تنورش برضه يكون بايظ. وفي الاخر ما تنساش تعمل لي لايك ومتابعه.